إخواني، إنه العلم هو معيار التقدم والتأخر بين الأمم. فمتى وجد العلم والعلماء كانت الأمة متقدمة، ومتى فقد العلم والعلماء تأخرت الأمة. وصلاح الأمة المحمدية بوجود العلم والعلماء فيها. العلم شفاء من الجهل، وبالتالي فإن الجاهل مريض، والواجب على المريض أن يتعالج، وعلاجه العلم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإنما شفاء العي أي الجهل السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الجهل داء، وجعل دواءه العلم في سؤال العلماء. فالصحابة رضي الله عنهم تعلموا العلم، أخذوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة في هذا الزمن بحاجة أولا إلى علم العلماء، وثانيا إلى أخلاق العلماء. وهكذا كان الصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم والأخلاق. التابعون أخذوا عن الصحابة العلم والأخلاق. تابع التابعين أخذوا عن التابعين العلم والأخلاق. فنحن بحاجة إلى علم العلماء وإلى أخلاق العلماء. وكان الإسناد موصولا حتى جاءنا الاستدمار، ولا نقول الاستعمار، لأن الاستعمار من العمار. والذي وقع في الأمة دمار للعلم، دمار للأخلاق. فأصبحنا نجد علما دون أخلاق، ونجد أخلاقا دون علم. قال الشافعي رحمه الله: من أراد خير الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد خير الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد خير الدنيا وخير الآخرة فعليه بالعلم. فالعلم فيه خيار ما في الدنيا، العلم فيه خيار ما في الآخرة. لماذا؟ لأن الصالحين والعابدين والمجاهدين أعمالهم كلها في صحيفة العلماء. العلماء عند الله خير من الشهداء. العلماء هم المرتبة بعد الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل. قال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. قال لا نبي، لم يقل لا نبي بعدي، حتى لا يأتي من يدعي النبوة ويسمي نفسه لا، يقول أنا اسمي لا، والنبي قال لا نبي بعدي، مبتدأ وخبر. نقول له كذبت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، لا النافية، لا نبي بعدي. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء. فالأمة بحاجة إلى علم العلماء وإلى أخلاق العلماء. نحن لسنا بحاجة إلى تزيين المصاحف وزخرفة المساجد. يقول العلماء: الإنسان إذا أصابه هم أو غم فإنه يأتي للمساجد فيرى تواضع بناء المسجد، ويسمع إلى كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزداد إيمانه ويزهد في الدنيا. أما اليوم فإذا دخلت المساجد فإنك تزداد هما وحزنا من النقوش والزينة، وزد على ذلك تسمع الكلام
الذي لا يرضي الله في بيت الله من البدع والانحرافات والانزلاقات. فالناس في هذا الأمر على 3 أقسام كما قال العلماء. ونسب هذا القول لعلي رضي الله عنه أنه قال: الناس 3: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. فأين أنت؟ أين أنت من بين هذه الأقسام؟ فالإنسان لا يخلو من أحد الأقسام، إما أن يكون عالما، وإما أن يكون متعلما، وإما أن يكون مغفلا عن العلم وطلبه. فأين أنت أيها المسلم؟ القسم الأول: العلماء الربانيون، رباني من التربية، وهم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كبيره، هم الذين يخلصون لله عز وجل أعمالهم. أما القسم الثاني: الذين يتعلمون العلم على سبيل النجاة. والعلم النافع هو قال الله قال الرسول بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأما القسم الأخير، القسم الثالث، وهم كثر، قال: همج رعاع أتباع كل ناعق. والهمج كما قيل في اللغة جمع همجة، وهو ذلك الذباب الصغير كالبعوض يسقط على وجوه الأغنام والدواب. فما أكثر الذباب في هذا الزمن. همج رعاع حمق الناس الذين يتبعون كل ناعق، لا يسألون عن الدليل وإنما يتبعون فقط. فعلى المسلم أن يفكر في هذا السؤال عن علمه ماذا عمل به. فعلى كل مسلم أن يطلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. لا يلزم من كل مسلم أن يكون عالما، وإنما هناك أمور تجب على كل مسلم أن يتعلمها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.